النهارده الوصفة للناس اللي بتحب السبايسي والطعم الحراق. هنعمل هريسة الشطة، يعني حاجة كده جميلة قوي وكتير قوي من الناس بيحبوها. وانا عن نفسي بحب اضيفها لبعض الاكلات زي المحاشي، زي الكشري، الحاجات اللي هي تخلي طعم حاجة تانية كده. انا عندي كيلو من الفلفل الاخضر الحامي ونص من الفلفل الاحمر الحامي، غسلتهم وصفيتهم. وبعد كده هعمل هبدا ان انا اشيل القمع اللي فوق ده وابدا افتحها واطلع كل البذور فيها. خلي بالك انت لازم تكون لابسه جوانتي، علشان طبعا حامي قوي على ايديكي فممكن يحرق لك ايديكي. خلاص. انا بشيل البذور ليه؟ ان البذور دي بيبقى فيها نسبه حرقيه عاليه قوي، فبحاول اتخلص منها. لو انت عاوزاه تعمليها بالبذور دي حاجه ترجع لك وحسب الحريه الشخصيه. هنا خلاص خلصت كله، وبدات ان انا نضفتهم كويس قوي. خلي بالك انت تكوني الجوانت شايفه اتغير لونه ازاي. صعب قوي ان تكوني عاملاه بايديكي. بعد كده هكون مجهزه عندي الكبه، وهبدا افرم الفلفل كله في الكبه. لو انت وصلت معايا لغايه الجزئيه دي، ما تنسيش تشتركي معايا في القناه وتفعلي الجرس، ولو عجبك الفيديو تعملي لايك وشير. هفرم كله زي ما انتم شايفين كده، وبعدين هكون مجهزه عندي كوبايه من الزيت. خلي بالكم، الوصفه هي كوبايه ونص من الزيت، ولكن انا هحط كوبايه دلوقتي وكوبايه تانية هخليها احطها في مرحله جايه ان شاء الله. بعد كده هنزل راسين من الثوم مفرومين، وهفرم كله مع بعضه. لازم افرمه كويس قوي علشان يبقى المزيج كله مع بعضه مختلط مع بعضه. خلاص كده تمام. هكون مجهزة بقى عندي حلة على النار، وهنزل بيها بالخليط كله على الحلة. أنا عاوزة تبدأ إن هي تغلي غلوة كده زي ما بيقولوا على النار، وتاخد تدي مع بعضها. هضيف لها بس الأول شوية ملح، وكمان عندي شوية كزبرة. الكزبرة هنا بتدي طعم حلو قوي 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 للهريسة، وبتخلي ريحتها وطعمها ونكهتها خطيرة. أنا حطيت هنا معلقتين كبار، وبعد كده هبدأ إن أنا أقلب كده تقليبة مع بعضه لغاية ما تبدأ تغلي وتشكشك كده مع بعضها، وأسيبها على النار على الهادي. أول ما تبدأ تغلي أغطي عليها وأسيبها حوالي تلت ساعة على نار هادية خالص. وده مهم جدا عشان ده يخليها تقعد معايا فترة طويلة في التلاجة من غير ما تبوظ. خلاص. انت هنا ليكي الحرية، انت هنا عاوزة تخلصي كده وتبدأي ان انت تظبطيها يعني تعبيها. حطي لها نص كوباية الزيت اللي قلت لك عليه وعبيها. عاوزة ان انت تضربيها بالهاند بلندر زي ما انا بعملها كده، اعمليها. بس انا بحب اعملها تبقى ناعمة قوي قوي في الهاند بلندر، عشان بضيفها لبعض الاكلات وبعض الصوصات، يعني بتبقى محتاجة ان هي تبقى ناعمة قوي. وبعد كده ابدا ان انا اكون عندي البطرمانات بتاعتي غسلاها ومعقماها، وانزلها في البطرمانات، وهسيب اخر جزء في البطرمان كده فاضي. وده علشان خاطر انا هملي ده الجزء ده بالزيت علشان يحافظ لي على الهريسه. انا بمنع الهواء، بفصل الهريسه عن الهواء، بمنعها ان الهواء يخش لها، وبالتالي بحافظ عليها فتره طويله. ولما اجي استخدمها معلقه ناشفه ما فيهاش اي نقطه ميه، وما ترجعش تاني المعلقة للهريسة مرة تانية. وبكده أحافظ عليها تقعد معايا سنة بحالها في التلاجة، ما يجرالهاش حاجة. في محشي بقى، في سمك، في كشري، أي حاجة بتحب الشطة وبتحب الشطشطة هتلاقي الهريسة معاكي. مش هتكسفك، يعني هتسعفك على طول.